بعد ما أخيرا خلصت من هم الثانوية العامة جالك هم التنسيق وهم الكلية اللي هتحدد مستقبلك وحياتك كلها. فاتح قدامك دلوقتي صفحة التنسيق وعمال تدور هتخش كلية ايه الكلية اللي انت هتخشها اللي هتحدد مصير حياتك. كل رغبة بتكتبها بتحس انك انت هتاخد حكم مؤبد. بس في سؤال دلوقتي أهم بكتير محدش بيسأله لك خالص، والسؤال ده هو اللي هيريحك بجد. فتعال أقول لك. طمنا عليك يا سيدي وعلى صحتك النفسية. بص بقى، أنا عاوزك تسيب من كل الكلام العيل اللي أنت عمال تسمعه ده، وسيبك خالص من كل التوتر اللي أنت فيه ده، وهات كده يا باشا قهوتك أو شايك وتعالى اقعد جنب صاحبك الثيرابي. النهارده على فكره مش هكلمك خالص بقى ولا في حوار التنسيق ولا في حوار الكليه اللي هتحدد مصيرك، احنا هنتكلم في سكه تانية خالص، السكه اللي هتخليك تختار كليتك صح بجد، كليتك على حسب شغفك، على انت بتحب ايه. من ساعه ما نتيجتك بانت يا سيدي في حاجه حصلت غريبه قوي. كل السهر اللي انت كنت عمال تسهره طول السنه، وكل التعب والقلق اللي انت عشته، وكل الضغط اللي انت كنت موجود فيه، فجأة حسيت ان كل ده اتضغط كده واتلخص في مجرد رقم طلع لك على الشاشة في 5 ثواني. والرقم ده بقى هو اسمك، بقى هو قيمتك، بقى اللي رايح واللي جاي، واي حد في العيلة حتى جوز خالتك اللي ما بتشوفوش اصلا يقولك انت جبت كام، وعلى حسب انت هتقول له جبت كام ملامح وشه بتتغير. ساعتها وانت من جواك من غير ابدا ما حد يحس بيك صوت عمال يأنبك ويقول لك اكيد انا اللي ضيعت مستقبلي، لا انا كنت المفروض اطحن نفسي في المذاكره اكتر من كده، انا الغلطان، انا ضيعت تعب اهلي عليا. وكل شويه تعمل ريفرش لصفحه التنسيق قلبك يقع، وتبص بعدها شويه لصاحبك اللي جاب اعلى منك شويه، ولا قريبك اللي معاك في نفس الثانويه العامه اللي العيله كلها بتحلف بيه. تحس انك انت متاخر في سباق انت مش عارف اصلا هو ابتدى امتى. يا جماعه انا مقدر قوي كل مشاعرك دي وفاهمها، وانا عارف انك انت دلوقتي بتقول لي يا عمر انا فعلا هو ده اللي بيحصل لي. انا بس عاوزك دلوقتي يا سيدي اهم حاجه انك انت ما تاخدش قرار ابدا دلوقتي خالص وانت متوتر وانت في الحاله دي. احنا لسه في اول جلستنا. طيب خلينا بقى نحط النقط على الحروف ونتكلم في حاجه ما حدش بيكلمك فيها بصراحه. ايا كانت نتيجتك فالرقم ده هو مش مقياس ابدا كقيمتك كبني ادم. الرقم ده اخره يقيس ادائك في نظام معين، في مواد معينه، في كام يوم وانت محطوط تحت ستريس وضغط مرعب. خلاص خلص الحوار. الرقم ده ولا قاس ذكائك ولا قاس طيبتك ولا قاس حتى اخلاقك ولا قاس انت هتعمل ايه في الدنيا ولا قاس حجمك الحقيقي. وكمان هو ما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى مقدر لك الخير فين. انت ولا فاشل ولا قليل ولا اللي بوظ مستقبله وضيع تعب اهله عليه. انا مش بقول لك والله كلام تنميه بشريه عاوز اطبطب عليك وخلاص، لا ده كلام حقيقي والله، بس انت لازم تصدقه. سيبك من كل الكلام العيله اللي حواليك اللي ملوش اي 30 لازمه، لانك انت مجرد شاب شال شيله تقيله وكبيره قوي وعمل كل اللي يقدر عليه، عمل اقصى حاجه يقدر يعملها كانت متاحه ليه. والاحساس اللي جواك دلوقتي ان الدنيا اسودت والحياه خلاص انتهت وانك انت خلاص مستقبلك ضاع وما بقاش ليك اي مستقبل، ده اقسم لك بالله مش حقيقي خالص، ده وهم انت عايش فيه، وهم اهلك وقرايبك معيشينك فيه، ده مخلي جهازك العصبي ضارب انذار ومكبر الموضوع عشان انت متوتر وخايف. ما هو انذار الحقيقه لو ضارب ومصوت ده مش معناه ان في حريقه بجد، يعني الدنيا ما خربتش للدرجه دي. حتى لو خالتك عمال تقولك يا خساره يا واد كنت هتبقى دكتور قد الدنيا. ليه بجد اختيار الكليه صعب قوي للدرجه دي، يكاد تكون ده اصعب قرار انت المفروض تاخده دلوقتي حالا. مش عشان حوار التنسيق ولا الكلام ده خالص، ده علشان الدوشه اللي حواليك، والاهم علشان الدوشه اللي جوه دماغك دلوقتي. كذا صوت جوه دماغك دلوقتي عمالين يتخانقوا مين اللي يسوق وهو اللي يختار كليتك، وفيهم صوت واحد بس هو بتاعك انت. في صوت الاهل يا طب يا هندسه يا كليه محترمه عشان ترفع راسنا، وصوت القرايب والمجتمع والبرستيج والكليه الواو اللي الناس لما بتسمع اسمها بتسقف على طول، صوت الخوف والقلق، اكل عيش منين وهشتغل منين. وتحت كل الدوشه دي فيهم صوتك انت الضعيف اللي مش مسموع بيقول طب وانا ايه اللي بحبه،
انا ايه اللي بحب ان انا اعمله، ايه شغفي، انا رايح ناحيه فين، طب وانا ايه اللي بيبسطني. طيب تعالى دلوقتي انا وانت بقى يا سيدي نفكك، مش في كلمه انا مش عاوز اقولها بس نفكك اعلى صوت فيهم، وهو صوت البرستيج والكليات القمه. خد بالك انا مش هقول لك بقى ان كليات القمه فكست وما بقاش ليها اي قيمه، ده اوفر اوت بجد الصراحه، يعني اي حد يقول لك كده. بس اللي بقوله لك ان اسم الكليه لوحده ويافطه الكليه ومكان الكليه فين ما بقاش هو الباسبور المضمون زي زمان. انا عاوز اقول لك يا سيدي ان سوق الشغل دلوقتي ما بقاش يدور خالص على الحاجات دي، بقى يسال حاجه واحده دلوقتي بس: انت بتعرف تعمل ايه؟ ايه المهارات والسكيل اللي انت عندك؟ لان انا وانت عارفين يا سيدي وسمعنا كتير ياما ناس دخلوا كليات عاليه وفي الاخر ركنت ما عملتش حاجه، وياما ناس عاديه كانوا فاكرين ان مجهودهم ضاع وان مستقبلهم ضاع ودخلوا كليات عاديه بس طوروا من نفسهم وتعلموا مهارات وعدوا كل اللي دخلوا كليات القمه. الكليه مش هي ابدا اللي بتعمل الراجل او الست، لا، الراجل او الست ايا كان هم اللي بيعملوا المكان. في علم النفس بنشوف ناس كتيرة قوي اتربت على ان هي ترضي الكل وتخبي احتياجاتها وتكتم صوتها هي، ولما تعمل اللي يبسط الناس واللي يرضي اللي حواليها تكون هي الابن المثالي، ولو قالت انا عايز حاجة تانية او انا ليا رأي تاني يبقى انت كده اناني. ده اللي بنسميه في علم النفس الخضوع، انك انت تركن احتياجاتك خالص في الاخر وما تسمعش لنفسك وتلغي رغباتك علشان الناس تحبك، علشان الناس تتقبلك. وده على فكرة مش ذنبك خالص، دي كانت اكتر طريقة جهازك العصبي لقاها مناسبة عشان يعرف يعيش، عشان يعرف يكمل حياته ويتأقلم مع الجو. بس دلوقتي في اهم قرار في حياتك الطريقة دي بتعطلك دلوقتي. وهنا يا سيدي انا لازم اكون صريح معاك، اهلك هم مش اعداء، يعني انت لازم تفهم النقطة دي كويس جدا. اهلك هم مش اعدائك ولا ان هم يعني ايه، يعني شايفين انك انت ضيعت تعبهم، لا، هم بالعكس، هم خايفين عليك، هم عاوزين يأمنوا لك مستقبلك، عاوزين يدخلوك كلية تعرف بعد كده تشتغل منها. فانت لازم تراعي الحته دي كويس. هم على فكره مش بيضغطوا عليك عشان تدخل الكليه عشان منظرهم قدام الناس، هم بجد خايفين عليك، خايفين على مستقبلك في دنيا صعبه ما فيهاش ضمانات. فالضغط بتاع اهلك دلوقتي ده مش كره ليك، ده خوف. بس الخوف ده مش هو المفروض اللي يمشيك ولا اللي هو المفروض اللي يختار كليتك. انت اللي هتصحى كل يوم تنزل كليتك دي مش هم. صدقني هم لما يطمنوا لك ولاقينك واقف على ارض صلبه، عارف كويس سكتك وعارف انت عاوز تدخل ايه وتعمل ايه، خوفهم ده هيقلب دعم ليك. وحاول على قد ما تقدر انك انت تتكلم معاهم، اقعد اتكلم معاهم وقول لهم انا عاوز اعمل كذا، وقول لهم انت نفسك تعمل ايه وايه الحاجات اللي انت بتحبها. هم محتاجين يسمعوك برضو، انت لازم برضو تتكلم معاهم. طيب لحظه هدوء وروقان كده بقى يا جماعه، بقى نقعد بقى كده، انا عاوز اقعد معاك بقى يا سيدي بقى انا وانت كده لوحدنا. ان الاختيار الحقيقي مش الكليه اللي مجموعك جابها قصاد الكليه اللي بابا او اللي ماما عاوزينها، الاختيار الحقيقي هو انك انت تسمع صوتك انت قصاد الزحمه والدوشه اللي حواليك دي، وتختار وانت فايق وهادي كده، مش وانت مرعوب، مش وانت محطوط تحت ضغط. طيب تعالى انا وانت كده يا سيدي هقول لك على حاجات تعملها دلوقتي هتخليك تختار كليتك الصح، هتخليك تختار كليتك بناء على انت بتحب تعمل ايه. اول حاجه يا سيدي فكك خالص دلوقتي من اي احساس جواك دلوقتي، انا عاوزك تقعد مع نفسك 5 دقايق بس وتجيب ورقه وقلم كده وتقعد تجاوب على الاسئله دي بصراحه. اسال الاسئله دي لنفسك وعاوزك تجاوب عليه بصراحه. لو محدش هيشوف نتيجتي ولا هيحكم عليا، انا ساعتها كنت هختار هدرس ايه الحاجه اللي لما بعملها بسرح فيها من كتر ما انا بحب ان انا اعملها وبنسى الوقت معاها، ايه الماده اللي انا كنت بحبها وانا في المدرسه وكنت مستنيها تنزل في الجدول، مش اللي كنت بهرب من مذاكرتها. انا عايزك تسال نفسك الاسئله اللي انا سالتها لك دي، تقعد كده مع نفسك وتسال فيها، ان الاسئله دي هي اللي هتطلع لك صوتك انت الحقيقي من وسط كل الاصوات والدوشه اللي جوه دماغك. بعد ما تقعد مع نفسك وتسمع صوتك انت الحقيقي، عاوزك تعمل ال3 حاجات دي. اول حاجه اخرج خالص من سجن المقارنات، دوت لكل الجروبات وبالاخص جروبات الفيس وجروبات العيله دي، وسيبك من اي حد يسالك يقولك انت جبت كام. اي حد يسالك السؤال قول له في وشه كده هقول لك حاضر، بس قول لي انت الاول جبت كام في الثانويه العامه، هتلاقيه في الاخر جايب مجموع اقل منك. لازم تفهم ان حياتك مش سباق جنب حد، انت مش بتسابق حد، كل واحد ليه توقيته، كل واحد ربنا سبحانه وتعالى رسم له ومخطط له حياته. يعني انت ليك ظروف وقريبك ليه ظروف تانية،
انت عشت في ظروف قريبك لو عاش زيها مش هيعرف يجيب المجموع اللي انت جبته دلوقتي. 2، ورقه وقلم واكتب ايه هي الكليات البديله اللي انت ممكن تخشها، وما تعيطش على الكليه اللي كان نفسك تدخلها، انت ما تعرفش الخير فين. حطها دايما في دماغك، ربنا سبحانه وتعالى ما بيعملش ابدا والله لاي حد اي حاجه وحشه. صدق الجمله دي وانت والله هتعيش مرتاح. عاوزك تدور على المجالات اللي فيها شغل دلوقتي، اللي سوق العمل دلوقتي بيحتاجها. دور ايه اكتر مجال سوق العمل بيحتاج فيه ناس، مش بس القمه التقليديه طب ولا هندسه ولا حسابات معلومات، سيبك من الكلام ده. 3، اسال ناس خبره بجد، مش اي حد بيهبط. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دور على الناس اللي اشتغلت في المجال اللي انت هتختاره واسألهم واتكلم معاهم. اسألهم هو السوق طالب ايه يا جماعة؟ طب ايه السكيل، ايه هي أهم سكيل أتعلمها عشان السوق بيكون محتاجها؟ اتكلم معاهم، خد منهم خبرة. ايه السكيلز اللي هتعلمها جنب الكلية تفيدني قدام بعد ما اخلص الكلية؟ لأن خد بالك بس انت لازم تعرف كده، ما تخليش حد يضحك عليك. يعني انت لو مفكر انك انت هتشتغل من شهادة الكلية انسى. ياما ناس دلوقتي واخده شهادات هندسه، والله اعرف حد معاه هندسه لغايه دلوقتي مش لاقي شغل. اللي هيشغلك بعد الكليه هي المهارات اللي انت هتتعلمها وتشتغل على نفسك عليها جنب الكليه. انت مش هتشتغل بشهاده الكليه، نسبه كبيره جدا الكليه اللي انت هتدرسها دي مش هتشتغل بسببها. سامعك يا اللي عمال تقول لي دلوقتي يا عم انا ما عنديش اصلا رفاهيه الاختيار، مجموع اللي انا جبته ده هو اللي بيسوق، انا ماليش اختيار. انا اسمعني يا سيدي، جوه مجموعك ده ايا كان هو ايه، في اكتر من باب. لان بجد نادرا قوي انك انت ما يكونش قدامك غير سكه واحده، دي ما بتحصلش كتير يعني. كمان لان اصلا الفكره مش انك انت تكون قدامك 1000 باب، لا، الصح هو انك انت تختار من ضمن كل الابواب المتاحه قدامك دي، تختار وانت واعي وعارف نفسك، عارف انت بتحب ايه. مش عاوز تروح تختار الكليه عشان البرستيج او المجتمع او عشان اي حاجه. وساعتها يا سيدي لما تعمل كده انا عاوزك تقارن باللي انت عاوزه بمجموعك على ارض الواقع. انا مش بقول لك كده عشان تطنش نتيجتك ولا عشان اعيشك في وهم ان الشغف هو اللي بيجيب الفلوس لوحده. عمره ما كان الشغف لوحده هو اللي بيجيب الفلوس، دي كدبه اتضحك علينا بيها. يقول لك ايه، اشتغل او اعمل حاجه اللي انت شغفك فيها. لا، مش لازم، مش ضروري. ممكن في الاول اشتغل الحاجه اللي تجيب لي فيها فلوس، وبعد كده هعمل الحاجه اللي انا بحبها، بعد كده اشتغل الحاجه اللي انا شغفي فيه. وبالنسبه بقى يا سيدي للضغط اللي جوه بيتك دلوقتي من اهلك، انت مش محتاج على فكره انك انت تقلبها بخناقه ولا تقفل الباب في وشهم وتقول لهم طز انا اختار اللي انا عاوزه. لا، اوعى تعمل كده. ارجوك يا سيدي جرب تقعد مع اهلك وتتكلم معاهم. مش عاوزك تقول لهم دي حياتي انا اللي اعمل اللي انا عاوزه، انا عارف مستقبلي. لا، ما تنساش ان هم اهلك، ما تنساش ان هم عندهم خبره اكبر منك. اقعد معاهم وتكلم معاهم، قول لهم بهدوء وبحب انا عارف والله ان انتوا خايفين عليا وعاوزين تدخلوني حاجه تضمنوا لي بيها مستقبلي، وعلشان كده انا محتاج ان انا اختار حاجه اسد واكمل فيها بجد. فكروا معايا وساعدوني، بس ما تقرروش بالنيابه عني. شايف الفرق يا سيدي؟ الطريقه الاولى تخلي اهلك تفهم انك انت مش فاهم مستقبلك، لكن بقى الطريقه الثانيه بتفتح قلبهم، بتفتح الحوار معاهم وانت لسه ماسك القرار بايدك. واخر حاجه بقى في جلستنا مع بعض انا وانت يا سيدي، فاكر يا سيدي السؤال اللي انا سالته لك في الاول خالص في جلستنا اللي ما حدش بيساله لك ده؟ كان السؤال ده مين اللي بيختار، مش انت هتدخل كليه ايه. ليالي الثانويه عامه بضغوطها وبقلقها وبسهرها ده ماضي وخلاص. اللي جاي ده بقى هو حياتك الحقيقيه اللي هتبنيها بمجهودك. المجموع اللي انت جبته ده كان مجرد رقم، ومع الايام على فكره هيتنسي ومش هتهتم بيه. المجموع اللي انت جبته ده مش انت. اما انت بقى يا سيدي فقصتك لسه هتبدا، واول خطوه فيها هو انك انت تختار بصوتك انت. خليني افضفض معاك بجد، ما تعملش زيي، ما تعملش زي بجد. ادخل الكلية اللي انت بتحبها، ادخل الكلية اللي عارف انك انت هتشتغل من وراها شغل انت بتحبه. يعني انا محدش عرفني، انا مثلا كان نفسي ان انا ادخل علم نفس جامعة عين شمس عشان ادرس علم النفس وادرس كل حاجة خاصة بعلم النفس والطب النفسي، بس محدش عرفني. في الاخر دخلت كلية تجارة، وطبعا زعلان قوي على نفسي، كان نفسي بجد حد يقعد معايا ويعرفني. انت بقى لسه قدامك الفرصة دي، اقعد مع نفسك واعرف انت بتحب ايه، اعرف ايه الحاجات اللي انت لما بتعملها بتحبها. فبجد ما تغلطش غلطتي، اقعد مع نفسك واعرف انت عاوز ايه. وفي الاخر افتكر دايما يا سيدي ان الثيرابي موجود هنا علشانك،
ومسؤوليتي انك انت تبقى احسن نفسيا. سلام يا سيدي، وبالتوفيق يا رب في حياتك الجايه.